اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. النهارده كده فيديو يعني خفيف بس فيه برضه افادات كتير. هنعرفك انا جبت ايه الحاجات عفوا الحاجات الضروريه اللي تجيبيها وتخزنيها لرمضان، وكل واحد يمشي على قد حاله. تعلموا من الاغلاط اللي حصلت معايا النهارده، خدت درس كده في السليم، تعلموا منه واعرفوا هنقول لكم ايه الصح بتاعه وتعملوه. يلا كده اسمعوا الفيديو، وان عجبكم الفيديو كده دعمونا بلايك وتعليق، ربنا كده يبارك فيكم جميعا. يلا كده بينا نسمي بسم الله ونشوف الحاجات اللي احنا جبناها النهارده باسعارها ايه، ودي حاجات ضروريه ما فيش غنى عنها. اول حاجه بقى والصدمه الكبيره، شايفين دول؟ ده هم كيسين، ده هم بكام؟ انا دافعه ده هم بكام؟ 500 جنيه. 500 جنيه في ده هم. طب ايه دول يا هناء؟ يلا نفتحهم كده نشوف معانا ايه. اللهم صل على النبي. كده جبت لوري دول ب 10 جنيه، اقل حاجه في الكيس 10 جنيه لوري. فلفل الاسود كنت شارياه اخر مره، شارياه قبل الحج ما يتوفى. الثوم ب 40 جبته ب 50 جنيه. ثوم الفلفل الاسود ب 50 جنيه. الكمون كان الثوم ب 40 ب 65. يا عم الكمون اغلى من الفلفل الاسود؟ قال لي الكمون بقى اغلى من الفلفل الاسود. شفتم؟ يعني الفلفل التمن ب 50، الكمون ب 65 جنيه تمنة الكمون. شويه الحبهان اللي انتم شايفينهم معايا دول ب 20 جنيه، دول ب 20 جنيه حبهان. الجرفه دي بنحطها مع اللحمه، بنحطها مع الشوربه، مع رز بسمتي لو هتعملوا رز بسمتي. اللهم صل على النبي. دول ب 20 جنيه. تمنة كزبره ودي اقل شيء معانا 30 جنيه. تمنة كزبره ناعمه اهي ب 30 جنيه. فلفل اسود بقى لزوم الشوربه، بنحط كده، بنحب نحط الفلفل الاسود حبه كده، دول ب 20 جنيه. اللهم صل على النبي. بس يا كيان طبعا الناس اللي متابعين معايا وقلت لكم الورق ده كان خلص من عندي. اللهم صل على النبي. كده زي ما انتم شايفين معايا رحت جيت، كنت بنجيب البقره ديت كانت كده، كانت حجمها كده، كنت بنجيبها ب 100 و 120 جنيه. دي شايفين سمكها معايا دي بقت بقد ايه؟ ب 165 جنيه. يعني شوفوا والله العظيم بعد ما مسكتها في ايدي كنت هنجيب ايه؟ قلت بلاش، بس ما فيش غنى عنه، فكده كده لازم نجيب. اهي قلت لو عملنا وجبات في رمضان، عملنا حاجه، عملت اكل بدري وعايزه تحتفظي بيه سخن بنكفيه وقت تاني سخن. ادي اهي معانا. جبت ايه تاني؟ جبت نص كيلو نشا، نجيب نص كيلو نشا فرط كده اهو. اللهم صل على النبي. جبت بقى ايه؟ تمن زبيب، تمن سوداني، وتمن جوز الهند. الشويه اللي انتم شايفينهم معانا دول مكلفين 530 جنيه. بس هنعمل ايه؟ حاجات ضروريه ما فيش غنى عنها، وهي دي الحاجه اللي تجيبيها. فباذن الله اول ما تقبضي كده الشهر اللي احنا فيه اللي هو شهر فبراير، ابداي هاتي الحاجات دي قبل دخله رمضان عليك، تبقى ببيتك هتستخدميها. تعالوا نشوف بقى معانا ايه تاني. طبعا الحاجات دي تنحط في كيس لوحدها، والتوابل في كيس لوحدها زي ما انتم شايفين معايا. خلصت من العطاره طلعت على البقالي. جبت ايه من البقالي؟ اللهم صل على النبي. نسيت يا ولاد، ب 10 جنيه كركم. كانوا طالعين تايهين من الكيس كمان. اللهم صل على النبي. جبت ايه؟ جبت 6 كيلو سكر. انا ما رضيتش بقى نجيبها على بعضها، ما انا لقيت الميزانيه خرفت، يعني انا كنت رايحه نجيب ان انا نجيب ازيد من كده. فجبت 6 كيلو سكر حلوين، وجايبين السكر بتاع التموين امبارح 4 كيلو كمان، يبقى كده 100 100. اللهم صل على النبي. كم السكر يعني في الجمله؟ ب 40 جنيه اهو، يعني جايباهم بواسطه كمان ب 40 جنيه كيلو. اهي اللهم صل على النبي. جبت 3 جزاز زيت اللي هو زيت الرويال ده. طبعا برضو عندنا زيت التموين السنه ما نجيبه لكم. زيت التموين اهو، احنا لسه جايبينه امبارح. حتى قلت يا هبه امك يا هبه قعدت في الدار، نسيتوا تروحوا تجيبوا التموين ده، انا كنت بنجيبه اول يوم في الشهر. رحت امبارح جبته. فجبت 3 من زيت الرايه، دول هتستخدمهم بقى لو هتحط حبه على معلقه سمنه على الرز، على مكرونه بتحط معلقه سمنه ومعلقه رز، ودول تخليهم لايه؟ تخليهم للجليه. يبقى زيت التومين هنخليه للجليه. وجبت 3 جزاير زيت بس يا كيون، وجبت 3 جزاير زيت. دول بقى ايه؟ لازم يبقى عندك الزيت رايق برضه في المطبخ. جهزت الزيت الذره دلوقتي عدى، يعني انا سالت على النهارده انصدمت من سعرها، فقلت لا خليك على نحو. فزي ما بنقول كل واحد فينا يمشي على قده. حلوين جوه رده، اما يخلصوا نجيب غير. جبت ايه كمان؟ جبت نص كيلو شاي.
اللهم صل على النبي كده فين يا بنتي بس خدها هنا وروح. جبت كده نص كيلو شاي. كيلو الشاي في الجمله الربع ده واقف فيه ب 45 جنيه في الجمله. 45 غير ب 50 يا اولاد، والله ما نفكر الشاي ده بس هو يا ب 45 يا ب 50، فجبت نص كيلو ورضا من عند الله، ما يخلص برضه نجيب غير. جبت رز، طبعا الشكارة الرز اللي هي 25 كيلو اللي كنا بنجيبها على طول خلاص سفري. بصي هاتي 5 ب5 على جنب، هتجيبي 10 زي ما انا جايبه 10 هاتي 10. طيب هتجيبي 5 بس هاتي 5، واما ال5 يخلصوا يبقى هاتي 5 غير. الشكارة الرز ديت اللهم صل على النبي الكيلو واقف في الشكارة ب 37 جنيه، يعني انا حسبتها كده الكيلو واقف ب 37 جنيه. يعني 5 كيلو اللهم صل على النبي الثلاثة يبقى ب 150، وترجعي تاني السبعة في 5 ب 35 كده ب 185 جنيه الشكارة اللي انتوا شايفينها معايا دي. بس انا جايبه جمله يا جماعه، جايبه من جمله مش جايبه. الجمله بتفرق معاك، السوبر ماركت بيبقى اغلى من الجمله شويه، فعودي نفسك تجيبي الحاجه من الجمله. يعني انت لو عايزه تجيبي كرتونه زيت انت وحد معاك هتاوي بسميه، شكاره الرز هتجيبها من الجمله ارخص من ما هتجيبها من السوبر ماركت بتاع 7 8 جنيه، فانت اولى بالتوفير دي. فهاتي دايما الحاجه مدركين الجمله، وطبعا كلنا عارفين. اللهم صل على النبي. جبت بقى كده ايه تشكيله مكرونه على شعريه على لسان عصفور. جماعه بتوع الدول العربيه كنت عامله مره قلت لهم شوربه لسان عصفور، بقولوا ايه هنعمل لسان العصفور دي. لسان العصفور ده يا جماعه نوع من انواع المكرونه، بس هو السمى لسان عصفور ليه؟ عشان الحبه بتاعته رفيعه كده وصغيره زي ما انتم شايفينها معايا كده. فجبت تشكيله برضه، يعني احنا في الصيام لو عملت لازم كلهم تعملوا شوربه كده تكون خفيفه تكون حاجه سهله. فلو عندك حبه شوربه وعملتي معلقتين بس من ده حمرتيهم وعملتيهم بيبقى معاكي 100 100. طبعا المصريين كلنا عارفين، اما حبيبنا بتوع الدول العربيه هم اللي سالونا عليه قالوا ايه لسان العصفور. فهو لسان العصفور ده يا جماعه نوع زي اي مكرونه معايا. ده رجل من حبايه اهو كده جربت اهو كده زي ما انتم شايفينه معانا اهو، ده لسان العصفور. جبت برضه شعريه، طبعا احنا كيفين الرز المعمر بس يوم بقى ما فيش لبن هنعمل ايه؟ فجبت برضه ايه كيسين شعريه لسان العصفور، وجبت تشكيله مكرونه كده زي ما انت شايفه معايا. بديت الحاجه اللي احنا جبناها النهارده من العطاره ومن البقالي، اللهم صل على النبي كده حاجه زي الفل. تعالوا نشوف بقى اللي احنا خدناه في اللحمه النهارده صدمه لا ترضى عدو ولا حبيب. تعالوا كده شوفوا معايا عشان تتعلموا من اللي هناء شافته وما تعملوش زيه. بنقول لك على شويه معلومات كده وانت بتجيبي لازم تعملي اللي انا هنقول لك عليه ده. يلا بينا. عودي نفسك بقى ما تبقى رايحه تشتري لحمه، كيلو اللحمه دلوقتي بمبلغ وقدره، فعشان تروح تشتري لحمه لازم تحط في دماغك حتتين اتنين. عينيكي ما تنشلش من على الجزار وهو بيقطع، دي اول حاجه. تاني حاجه القطعيه اللي انت عايزه تقطعيه خليه يقطعها لك قطعه واحده ان شاء الله. لو تكوني عايزه نص كيلو قولوا انا عايزه حته واحده كده، عايزه كيلو عايزه 2 كيلو تقولوا عايزاهم قطعه واحده زي ما انا بنعمل. فانا بعت النهارده وهتشوفوا اللحمه بقى معايا. تعالوا جربوا كده شوفوا بقى معايا ال 2 كيلو لحمه اللي دافعين فيهم 800 جنيه يا ابني. شايفين؟ دي الحته اللي فيهم اللي تتاكل اهي. ده بقى بقيت ال 2 كيلو، يعني كيلو كيلو كيلو. شايفين دي هيتاكل فيها. انا عايزه نعرف ديت اهي، يعني عشان العيال على ما تقشر دي وتقشر دي وتقشر دي هيتبقى فيها ايه؟ فعودي نفسك رايحه تجيبي اللحمه ديت. الكيلو يا جماعه عندنا ب 400 وفي ناس بتكتب لي في التعليقات يعني ده عندنا ب 500. طب انت هتعملي ايه؟ انت هتقطعي القطعيه وقولوا انا عايزاها قطعه واحده كده. لو نص كيلو والله لما بنروح لو هنجيب نص كيلو هنعمله اي حاجه بنعمل ايه؟ بنقول له انا عايزاه حته واحده تبقى زي الحته دي في دي، حتى لو فيها دهن فيها حاجه هتبقى حاجه بسيطه ما يبقاش بالمنظر اللي انت شايفاه معايا دي. خلاص؟ فعود حبيت والله ما كنت هنصورها بس انا قلت اهي. قال كنت جايبه دول هنقطعهم بقى ايه نعملهم 3 اكياس. مثلا لو هتعملي بقى في رمضان عندك بسله هتعملي رز وبسله يوم. مثلا عندك باميه هتحط حتتين على كيس الباميه اللي احنا مخزنينه معانا في يوم، تبقى انت كده ايه عملتوا معادله. لقيت المعادله معايا ما هيش نافعه خالص اهي زي ما انتم شايفين كده معايا اهو. حبيت برضو نوريها لكم عشان تتعلموا من الموقف. انا كده كده يعني يلا ربنا يعوض علينا بقى في ثمنها. بس زي ما انتم شايفين معايا ديت تتاكل نقولي فيها كيلو اهو.
اما ديت يعني عايزه الناس اللي ايه الاكيله، الناس اللي بتحب السمين، الناس اللي بتحب الدهون والحاجات دي. فيلا هننقل دول على ناحيه. جبت بقى ايه، جايبه مفروم. المفروم ده انا بتعود فرماه، بيبقى فيه لحمه صغيره زي ديت عندنا ب 400. طب في لحمه كبيره شويه بكام يعني؟ ب 300. فجبت 2 كيلو ب 300 جنيه، يبقى ال 2 كيلو ب 600 جنيه. احسن ما تروح تجيب اللحمه المجمده مش عارفين مصدرها ايه ولا جايه منين. فانت هات اللحمه كده زي ما بنقول لك وفرميها، وهات اللحمه الكبيره. اما تجيب 2 كيلو دول زي دول ب 600 جنيه. لو انت عدد افراد الاسره بتاعك مش كبير، اعملوهم ايه نص، كل نص كيلو في كيس. طيب انت هتعملهم كام كيس؟ انا هنعملهم 3 اكياس. لو كيس منهم هتعملي كفته مره، هتعملي صينيه مكرونه، لو ما عندكش صدور فراخ هتعملي اللهم صل على النبي كده، تعملي فيهم زي ما انت عايز، وقطعي وقسمي زي ما انت عايز. انا عن نفسي هنقسمهم 3 اطباق. هنبدا كده زي ما انتم شايفين معايا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. حط كده في اطباق، في اكياس، اللي انت عايزه تحط فيه حط فيه. انا جبتها وفرمتها، يعني فرموها عندي هنا في البلد مش في الشهداء كمان. جبتها وبعت البنات بقى فرموها، هي زي ما انت شايفه معايا. كيسي بقى على قد زي ما انت عايزه تعملي اعملي. تعملوهم 4 اطباق، تعملوهم 3 اطباق، عسره كبيره اعملوهم طبقين، هيفرقوا برده معاك. بس هتبقى الحاجه جات، هتبقى عندك في البيت، هتستخدميها وقت ما انت عايزه اهي. فخلي لحمه الفرن اشتريها من اللي هي ايه كبيره شويه، هتوفر معاك يعني ال 200 جنيه في ال 2 كيلو برده ما هم شويه يا جماعه. فاعملي كده زي ما اللهم صل على النبي. ده انا هنعملهم 4 اهو، انا كنت بنقول هنعملهم 3. بسم الله ما شاء الله. خليناهم كده ايه، هنخليهم 4 اطباق معانا. اللهم صل على النبي. لو كده هتعملي مثلا عايزه تعملي حواوشي 3 4 بصلات على طبق من دول هتعمليهم. عايزه تعملي مكرونه لو كفته هنزود عليها دهنه وهنزود عليها بصل، هنزود عليها خضار، هتلاقي الدنيا ماشيه معاكي زي الفل. بس نبقى احنا ايه عدلنا كده نفسنا وعدلنا الميزانيه بتاعتنا. اللهم صل على النبي. هم ال 2 كيلو زي ما انت شايفاهم. وزي ما قلت لك تجيبي دايما اللحمه الكبيره للفرن، لحمه صغيره زي ديت هاتها قطعيه حلوه وخليها للاكل. يلا نشوف هنكيسهم ازاي ونظبطهم ازاي. كده زي كيس بالطبق زي ما هو كده، حطيه في كيس. طلعي كده الهواء من الكيس جامد واتني بس كفه كده. كنت عايزه بقى نجيب إيه مثلا كيس جبنه موتزاريلا، جبنه رومي. بصوا هم شويه دول خدوا الميزانيه خدوا الميزانيه اللي كنت عاملاها الكل. فالحمد لله والشكر لله شويه كده. ونبقى نجيب برضو الايه يعني كيلو جبنه. لو عملت صينيه مكرونه اللهم صل على النبي كده، حبيتي برضو تعملي اي مخبوزات من اللي بتحط عليها جبنه، يبقى عندك برضو في ايه في شهر رمضان دي. طبعا مش هنعمل بيتزا للفطار، بس برضو هو موجود عندك في البيت تعملي بيه اي حاجه، بيبقى جميل مع المكرونه البشاميل كده لو حطيت على وشها. فباذن الله مره ثانيه برضو نجيب. بس انا صراحه ربنا ما كنتش نعرف ان الاسعار هتبقى كده. يعني اللي خلي النهارده في الاسعار التوابل واللحمه والحاجه كلها، يعني كل الحاجه غاليه. فباذن الله نعوضها ونجيبها برضه، وباذن الله لما نجيبها هنصورها لكم وهنعرفكم انا بنحفظها ازاي تتنيها فريش معاكم كده وجميله. نبدا بقى نشيل حاجتنا في الفريزر. دول لو حطيتهم على بعض كده اهو في الفريزر زي ما هم كده، تيجي تطلعي الطبق هتشيل الطبق بتاعك تطلعيه يبقى مغلف معاك. طبعا زيتك عارفه هتحطيه فين، مكرونتك بتحطها فين، والرز والحاجات ديت طبعا كل حاجه مكانها. التوابل عشان تعبيها تعملي ايه؟ لازم تمسكي البطرمانات بتاعتك تغسليها كويس. اي توابل عندك بقى خليها استخدمي منها دلوقتي على طول، عشان طبعا التوابل كل ما بتقعد بترطب. والباقي النظيف دي هتمسكي البطرمانات تغسليه وتنشفيها كويس وتنشفيها من الميه خالص وتدعي بالتوابل بتاعتك على نظافه. باقي عندك كل برطمان حبه، كل برطمان حبه، يا اما تحطوهم على وش البطرمان وتحط الطازه ده تحت، يا اما تفضوهم في اي حاجه عندك تاني وتستخدموهم على طول. انا عن نفسي يعني يمكن بقى عندي رشات بسيطه، لان من قبل الحاج الله يرحمه ما يتوفى ما جبناش توابل، كانت البنات تجيب من هنا ايه ب5 ب10، بس انا متعوده على طول كده نجيب الثوم. والثوم لو وفر لي تبقى واخده حقك في ميزانك مهما كان غالي، هيبقى اكبر معاكي واكتر من اللي انت تشتري ب5 جنيه وب10 جنيه. فلو لميت الدنيا كده معاكي شويه ووفرت شويه وجبت من كل حاجه ثوم هتفرق معاكي. طبعا كنت عايزه نجيب بابريكا ما جبتش، ال7 بهارات برده ما لقيتش عنده وما طلعتش رحت محل ثاني. فباذن الله كده كده لنا ايه جوله ثانيه. اي تفريزات بقى عايزينها تاني اكتبوا لي في التعليقات ونعملها باذن الله مع بعض. انا حبيت النهارده نعمل شويه النواشف دول زي ما شفتوا معايا، دول هينفعونا وفي نفس الوقت مهما يتخزنوا مش هيجرى لهم اي حاجه، يعني اللي هيقعد منه بعد رمضان هنستخدمه.
في اي برضو تخزينات تكونوا عايزينها اكتبوا لي في التعليقات، وباذن الله نعملها مع بعض. خلصنا شلنا توابلنا، ظبطنا حالنا، رصينا مكرونتنا وزيتنا وكل حاجتنا زي ما كان. خلاص كنت على ما جيت من الشغل كان البنات فطروا، فقلت لا يا ماما هنحمر لك بطاطس، هنعمل لك مش عارفه ايه. قلت لهم لا، قرصتين من اللي احنا عاملينهم امبارح وكوبايه لبن وكده فطار زي الفل. لو في حته جبنه هاتوها، ما فيش ما فيه. حطيت اللبن كده على البوتاجاز زي ما انتم شايفين معايا. طلعت قرصتين، والقرص ديت على الميكرويف. حطها في طبق كده، حطها في الميكرويف. لو مش عندك ميكرويف هتسيبيها على الرخامه، فريد فوطه تكون نظيفه وسيبيها على الرخامه دقيقتين او 3، هتفك معاك وتبقى زي الفل. لو مستعجله عليه على طاسه او اي حاجه على عين البوتاجاز، وابدأ ايه يا دوب كده، مفيش دقيقتين هتبقى معاكي زي الفل. اللهم صل على سيدنا محمد. تنسوش بقى اخواتنا بتوع فلسطين في الدعاء، ربنا كده يرحم موتاهم ويشفي مرضاهم، ننصرهم نصرة كده يتعجب لها الارض والسماء. ربنا كده يفتحها في وشنا جميعا وجميع الدول العربية كده يا رب، ويسترها علينا وعليكم وعلى الجميع. شوفوا بقى الجرس معانا، شايفين اي يعني حاجة كده ما شاء الله طرية وزي الفل، وساعة ما بتسخنيه اكنك لسه مطلعاها من الفرن، هي زي الفل. اعملوا كده شوية مخبوزات املوا بيتكم بيهم خير. اللهم صل على النبي. كده اللبن كان خلاص بدأ يغلي معايا، هنبدأ نصبه كده. فطار يا ولاد زي الفل، لقمة كانية تكفي 100، قرصة مع حبة لبن، لو في جبنة ماشي، مفيش. وكده فطار زي الفل، ولا مقليات ولا مشويات. اعملي أكل صحي كده. اللهم صل على سيدنا محمد. وافطري حتة جبنة كده هي على القرصة، ويلا نفطر كده ونعمل أحلى فطار. وزي ما قلت لكم أي حاجة بقى عايزينها نعملها تفريزات نعملها مع بعض، بس أنا قلت نبدأ بالفيديو ده، نبدأ ناخد أفكار من بعض. الحاجه اللي انتوا عايزين تعملوها تخزينات قولوا لي عليها، واحنا نخزنها باذن الله كده ايه مع بعض. الجرة السخنه فردت عليها الجبنه، بسم الله ما شاء الله كده اهوت. احلى فطار تاكليه، حاجه صحيه كده ومغذيه. يلا كده هناخد فطارنا ونفطر كده. كنت عايزه نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واللي وصل معانا لحد هنا كده نشكره من كل قلب. حبايبي واخواتي ربنا كده يديمكم نعمه في حياتي. يلا كده بقى تفضلوا افطروا مع هناء، فطار خفيف كده وسريع. شوفوا الشوك كده على خير الفيديو الجاي. ربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا ويرزقنا ويرزقكم كده الخير يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.